السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. مبدئيا انا هكلمك عن الناس اللي بتقولك ممكن تستغنى عن السبليتر اللي قدامك ده، في حين ان انت ممكن تشغل الراوتر والتليفون الارضي في نفس الوقت. هل الكلام ده صحيح؟ ايوه صحيح، بس في المقابل حضرتك يعني لازم تبقى عارف حاجه. لو انا دلوقتي وصلت السبليتر او استغنيت عن السبليتر، بمعنى اصح وصلت التليفون الارضي والراوتر مع بعض، ده هيشتغل. بس اما تيجي مثلا حد يرن عليك على التليفون الارضي، وقت ما بترفع السماعة وبتعمل المكالمة بتلقى الانترنت فصل معاك. ده بالظبط يعني، او ان حد يرن عليك على التليفون الارضي بتلقى ان الانترنت بيبقى فاصل معاه. يعني بالمعنى البلدي كده بيبقى في عدم استقرار في الخدمة، وعدم الاستقرار ده مش تمام. انت تشتغل السبريتر زي اللي موجود قدامك ده، يتوصل الكابل اللي جايلك من الشارع بالراوتر على طول. انت لو وصلت الكابل اللي جايلك من الشارع بالراوتر على طول، مهما اي حد يرن عليك على التليفون الارضي مش بيحصل اي مشاكل، لا الخدمة بتفضل شغالة زي ما هي. وان بيحصل ده يعني مثلا لو انت موصل الكابل اللي جايلك من الشارع على التليفون عندك على طول، وحد برن عليك وبتلقى مثلا الراوتر بيفصل معاك ويشتغل تاني، لا انت تعرف كده ان الخط عندك فيه مشكلة. بس انا بكلمك عن الوضع الطبيعي. فده بصراحة معلومة كده حبيت ان انا اوضحها، اتمنى يكون عجبك الفيديو. حابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. شكرا ليك على المشاهدة.